في حادثة أثارت جدلا واسعا، شهد أحد المولات التجارية الكبرى بمنطقة الشيخ زايد مشادة بين لاعب كرة القدم إمام عاشور وأحد أفراد الأمن. تفاصيل الحادثة بدأت عندما كان إمام عاشور برفقة زوجته في السينما لحضور فيلم، حيث تعرضت زوجته لمضايقات من بعض الشباب الموجودين. تجاهل الأمن هذه المضايقات، مما دفع عاشور إلى اتخاذ موقف دفاعي. بعد الواقعة قرر عاشور مغادرة المول، لكنه عاد بصحبة عدد من أصدقائه لمواجهة الأمر. هنا تصاعدت الأمور سريعا إلى شجار عنيف بينهم وبين أفراد الأمن، مما أدى إلى إصابة فرد الأمن بشكل بالغ. رغم أن تصرف عاشور يمكن تفسيره كدفاع عن العائلة والشرف، إلا أن الانتقادات طالت تصرفه العنيف وجلبه لأشخاص آخرين للاشتباك. هذا الحادث ألقى الضوء على كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف، وأهمية تدخل الجهات الأمنية بشكل فعال لاحتواء الأوضاع ومنع تفاقمها. تصرف إمام رغم أنه جاء كرد فعل دفاعي لحماية زوجته أثارت التساؤلات حول الطرق المثلى للتعامل مع التحرش والمضايقات في الأماكن العامة. من الواضح أن تصعيد الموقف إلى مستوى العنف ليس هو الحل الأمثل، ويجب البحث عن حلول قانونية ومدنية لتجنب تفاقم النزاعات. الحادث يعكس أيضا التحديات التي تواجه الأفراد في التعامل مع الأمن في الأماكن العامة، حيث يجب أن يكون هناك تعاون وثقة متبادلة بين المواطنين والأمن لتحقيق الأمان. صفحة المدرج الأهلاوي قامت بشرح الموقف، وقال حدث في واقعة الفيديو الخاص باللاعب إمام عاشور أن زوجته كانت متواجدة في السينما مع بعض أقاربها وتعرضت لمضايقات من بعض الشباب، فما منها إلا أن اتصلت بزوجها تستنجد به، وقالت له أن الأمن لم يتدخل بدون أي رد فعل. إمام وصل إلى المول برفقة أشقاء زوجته وأقاربها، وفوجئ أن الأمن ترك الشباب يغادرون ببساطة. إمام تدخل مع الأمن، وأحد أفراد الأمن كان يتكلم بأسلوب فيه تجاوز. أحد أفراد الأمن حدث له حالة إغماء أثناء الاشتباك إلى أن فاق، وانتهى الموضوع على ذلك.